يعني بدون ما أغلفها ومن طبق لطبق وأتلبك طول النهار فيها، وبأقل من 10 دقايق بتحضريهم، وبأقل من 10 دقايق بتقليهم، ودوقوا واستمتعوا بأطيب طعم. معلقة واحدة بس لو ضفتيها على الزيت وانسي تماما تتلبكي فيها. إنه معقول يا ملك رح نقدر نعمل وليمة من أجنحة الدجاج؟ بنقدر نص. انتوا بس تابعوا معي الفيديو للآخر مثل العادة. خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتوا فضلا ليس أمرا. اضغطوا لايك لو أنتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. تعليق حلو مثل قلوبكم الحلوة، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية عندي هون البطاطا البيبي، كل شي عملتها غسلتها كتير منيح، بعد هيك قطعت الحبات من النص. بتقدروا تستخدموا البطاطا الحبات الوسط، بتقطعوا القطعة ل4 أو ل6. بنزلها بمي سخنة مع إضافة معلقة كبيرة من الملح، وبتركها تستوي تلتين السوا. لازم تكون يابسة معاكم بهذا الشكل، ما تخلوها تستوي كتير أبدا. بعد هيك بضيف لها نص معلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الحلو، وبضبط الملح. بعد هيك رح أقليها عادي جدا، سهل جدا. ممكن تقلوها بالقلاية الهوائية أو تشووها بالفرن كيف ما بتحبوا وكيف ما بتفضلوا. بخليها تحمر معي بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. بعد هيك مباشرة رح أشيلها وأحطها على مصفاي لتضل قرشتها فيها. أما بالنسبة لأجنحة الدجاج فعندي هون 1 كيلو من أجنحة الدجاج. كل شي عملته أني قطعت المفصل من النص، نظفتهم كتير منيح، ضبطت الملح، وبضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من بهارات الدجاج، نص معلقة صغيرة من بودرة بصل وبودرة ثوم، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الحلو. بغلفهم كتير منيح. وبعد هاي المرحلة لو معاكي وقت تقدري انك تنقعيهم من 2 لأكتر. اكيد صارت معروفة كل ما نقعتيهم اكتر بيتغلف عندك هالتتبيلة بالدجاج، وبتطلع معاكي نكهة ولا اطيب من هيك. وبنفس الزيت اللي قلينا فيه البطاطا عندي هون زيت غزير، رح اضيف له 2 معلقة كبار من النشا. ايوه بيعطيكي قرشة وتغليفة للأجنحة أبدا أبدا ما بتتخيلوها. رح أقليهم عادي جدا على حرارة متوسطة. أول ما بيتحمروا معي من تحت على طول بقلبهم على الوش الثاني. ولو حبيتوا بعد ما تبلتوهم وتصفتوهم وتحطوهم على ورق الزبدة وبالفرن أبدا أبدا ما بتحكي لا. وشو بدي أحكي لكم؟ لأحكي لكم على طعمتهم اللي بتشهي القلب. قدمتهم مع الخبز العربي مع تتبيلة المحمرة، ولو بدكم طريقته اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات واكتب لكم الطريقة. فيكم أكيد تقدموها جنب أي نوع صوص أنتوا بتحبوه بتفضلوه، متومة، مايونيز، الصوص الفرنسي. أما بالنسبة إلي أنا بعشقها مع الصويا صوص، ما بتتخيلوا طعمتها قديش بتشهي. أحبائي مثل العادة لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة بتمنى تكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، وخبروني بالتعليقات حجربوها أو لا.